السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة احنا الجو حر، احنا فاتحين الشبابيك اهي، فاتحين الشبابيك والدنيا حر. حاطين لهم المية وشايلين العلف من عندهم، بس نحط لهم قشرة بطيخة. هنا نحط قشرة البطيخة اهي للذكر كبير. مبسوط بيها. هنلف بقى نحط قشر بطيخ للأرانب كلها، عشان يعني يطغي عليهم شوية. هو طبعا الحر مش حر جامد، فعشان كده انا مش حاطه ازايز تلج. وبعدين التهوية الجامدة دي، ده فيه تهوية يعني الحمد لله. فالجو يعني مش قافل قوي. التلج بقى ايه في الايام اللي قافله جامد يتحط تلج، ازايز تلج كده في ارضية البطارية، علشان يسقع البطاريات نفسها. حطه هنا. انا مبسوطه ان الذكر بياكل، عشان هو كان زعلان عشان هو دهناه الدهان بتاع الجرب وعطياله حقنه. طبعا دهنا كل الارانب وعطي الارانب كلها حقن. فالذكر بقى من ساعه ما دهنته وهو زعلان ومش مقدم على الاكل وكده. فلما حطيت له قشره البطيخه بصوا بياكل حلو اهو، مبسوط بيها. واهو هنا اهي برضو دي من الارانب اللي زعلت لما انا دهنتها وعطيتها الحقنه. فاحنا بقى ايه، حلو الموضوع بتاع قشر البطيخ ده. يعني مش كل يوم طبعا ما يبقى عندنا بطيخ. احنا في الايام اللي جايه طبعا قليل خالص لما هنجيب الاكل، يعني بنقتصد في الاكل على قد ما نقدر لينا وللحيوانات كمان. فربنا ييسر الامور ويعدي لنا الايام دي على خير، وحاولوا بكل الطرق ان انتوا يعني تعدوا الصيف يعني كويس، ان الحاجة ما تموتش منكم. عدوا الصيف من غير ما الارانب تموت. ازاي؟ ان احنا نطري المكان دايما نطري المكان دايما. احنا طبعا على حسب ما بنشوف الجو، احنا بنشوف الجو عامل ازاي. احنا اللي بنشوف الجو عامل ايه ومحتاج ايه. لو احنا شايفين ان الجو محتاج ان احنا نزود في التبريد بنزود. لقينا الجو محتاج تبريد حاجة بسيطة ايه. طبعا ما احنا ايه شايفين الجو. طبعا بالنسبة للأرانب الصغيرة اللي هي الفطام، مش الفطام، الخلفة اللي مع أمهم، الخلفة اللي مع أمهم دول. لا يعني بالنسبة للناس اللي هم عندهم خطوط مية، طبعا الخلفة الصغيرة دي ما بتعرفش تشرب من خطوط المية، فلازم يتحط لهم برايم زي دي فيها مية. انا طبعا ما عنديش خط مية، انا حاطه من الاول كده البرايم. بس الارانب الصغيرة دي طبعا في الحر ده بتحب تشرب، بتطغي على نفسها، فطبعا عمرها ما هتعرف تشرب من خطوط المية. فانصحكم جميعا ان انتوا تحطوا برايم فيها مية اي ارنبة معاها عيالها وبدأوا يطلعوا كده وياكلوا ويشربوا، حط لهم برام مية في قلب السلاكة. دي نصيحة مني ليكم لاخواتي، ويا رب اكون فدتكم. وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب،
وعشان يوصلكم كل جديد. وانا يعني انا والله ما كنتش محضره للفيديو ده. انا كنت جوزي جاب لنا بطيخه وقطعتها، وجات لي الفكره ان انا احط للارانب البطيخ عشان يطغى عليهم، عشان الجو يعني ايه حر بس مش حر قوي يعني. فقلت اطغي عليهم بايه، بقشره البطيخه دي. اهو شايفين حتى الارانب الصغيره، الخلفه الصغيره اهي بتاكل في قشر البطيخ، مش هيأذيهم في حاجه ان شاء الله. امهم اهي، امهم برضو واخده حقنه الجرب ومدهونه برضو، فبرضو يعني ايه تلاقي الارانب يعني هسه شويه كده، بس الحمد لله برضو الحمد لله عشان هما لسه واخدين الحقنه من شويه، ان شاء الله خير ان شاء الله. بس هي بعد ما خدت الحقنه شربت وكلت، فانا اطمنت عليها يعني. ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.